المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا وشكرا. قال مراد بن تكوك دكتور باحث في الحكامة والتدبير الرياضي إن التكلفة الإجمالية للمونديال 2030 تقدر بمبلغ 156 مليار درهم، حيث ستقسم بين البلدان الثلاثة المنظمة للمونديال، وستكون حصة المساهمة المالية للمغرب ما يقدر ب 52 مليار درهم. وأضاف بنتو في حوار مصور إن الدولة بطبيعة الحال لا يمكن أن توفر وحدها هذا المبلغ، لذلك يتم الاعتماد على المؤسسات العمومية والشركاء والبلدان الصديقة، حيث ستساهم الدولة ب 25 مليار درهم، فيما المؤسسات العمومية بمبلغ 17 مليار درهم أخرى، كما سيتم توفير 10 مليارات أخرى من خلال الدول الصديقة. وبخصوص العائدات، فأوضح المتحدث ذاته أن هناك نوعين من الاستفادة سيحصل عليهم المغرب جراء تنظيم هذه التظاهرة العالمية، ويمكن تقسيمها لعائدات مباشرة وغير مباشرة، حيث سيربح المغرب 120 مليار درهم فقط في قطاع السياحة، وكذا 20 مليار درهم خاصة بالبنيات والتجهيزات العمومية ستكون عائداتها في 2030 وما بعدها. شكرا على انتباهكم، المرجو الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.